بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنعمل ايه بقى النهاردة؟ هنعمل بوسيط الليمون حلا انجليزي كلاسيكي. هنعمله ب3 مكونات بس من غير بيض، كريمي وبيدوب في البق وفي منتهى اللذاذة ومنعش كمان في الجو ده. المفروض انا عملتله بدايل كتيرة اوي في الفيديو ده. كان المفروض يتعمل بالليمون اللي هو الكبير اوي ده اللي هو كان موجود الفترة اللي فاتت، بس عقبال ما جيت اعمل الحلا ده الليمون ده متوفرش، فاستبدلته بالليمون بتاعنا اللي هو الصغنن ده. وكمان المفروض يتعمل بكريمة اللي هي كريمة الحلويات، مكانش متوفرة. عملته بكوباية من اللبن ومعلقة كبيرة كده من القشطة. اول حاجة هنا جبت كوباية من اللبن ومعلقة كبيرة من القشطة، حطيت عليها تلت كوباية كده من السكر ومعلقتين صغيرين من النشا وبشرت ليمونة كده كاملة. الليمونة اللي هي الصغننة دي بشرتها كده كاملة وحطيته عليه. قلبتهم على البارد الأول قبل ما احطهم على النار، وبعدين حطيتهم على نار كده متوسطة، وافضل بقى اقعد اقلب لغاية اما يتقل خالص. هقلب كده مع بعض على نار متوسطة، ما نعليش النار لغاية اما القوام يتقل. تمام مع بعض كده. اول لما يتقل هقوم رايحة شايلاه واسيبه بقى يهدى كده 5 دقايق، وبعد كده نعصر بقى ليمونتين كده كاملين واقوم رايحة حطاهم عليه. بقولكم المكونات كده على السريع: كوباية لبن مع معلقة قشطة وتلت كوباية من السكر ومعلقتين صغيرة من النشا وبشر ليمونة كاملة. قلبتهم على البارد الأول وبعد كده حطيتهم على النار وقعدت أقلب فيهم كده على نار متوسطة لغاية اما تقلوا. ولما تقلوا سبتهم كده يهدوا كده 5 دقايق وحطيت عليهم عصير ليمونتين. قلبتهم تاني بعد عصير الليمونتين دول ورفعتهم على النار تاني لمدة دقيقتين، وبعد كده هنصفيه عشان طبعا القشر اللي احنا حطيناه ده ميجيش في بق حد او يضايقه او كده. هبدأ كده اجيب المصفى واصفيه كده واحدة واحدة. هصفي الكمية كلها كده مع بعض، وبعد كده اقوم رايحة حاطاه في البولات بتاعتك او انا كان عندي اللي هو الطقم الفخار الصغنن ده حطيت فيه، وبعد كده احطه بقى في التلاجة اسيبه كده لمدة ساعة قبل الاكل عشان يبقى ساقع كده وجميل. حاجة كده لذيذة اوي في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه، بيدوب كده في البق في منتهى اللذاذة ومنعش. بس كده ده هصبهم كده زي ما قلتلكم كده، احطهم في 4 ما كفوش فقمت حطاهم في 3 بس. تمام متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. متنسوناش من الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.